في الفترة الأخيرة بقينا بنسمع كلمة نرجسي دي كتير قوي. اللي يقولك يا عم دي شخصية نرجسية، واللي يقولك بطل النرجسية اللي انت فيها دي، أو ده ربنا نجدها نوسة، ده كان شخص نرجسي صعب. بس أنا مش جاي أتكلم معاك في الموضوع من وجهة نظر الطب وعلم النفس. أنا جاي أتكلم معاك عن سبب التسمية وعلاقتها بالأساطير اليونانية. فتعالى كده أنا وإنت نشوف الحكاية من البداية. الموضوع بدأ لما كيفيسيوس إله الأنهار اتجوز الحورية لريوبي، وخلفوا طفل جميل جدا ما اتولدش في حلاوته حد قبل كده، وسموه نركسيوس. وكبر نركسيوس وبقى شاب ملو هدومه، والغرور زاد معاه. هو زي ما تقول كده كان الكاريزما بتاع المنطقة، كان الكل معجب بيه وبيحبه، وهو ما بيعبرش أي حد. الجلالة كانت واخداه وشايف إن مش أي حد ينفع يكون موجود في حياته. ومن ضمن معجبينه وعشاقه كانت بنت جميلة اسمها إيكو، وكان عندها ملكة التحدث، تقعد تتكلم معاها ما تشبعش من حلاوة الكلام وما تبقاش عايز تسيب القعدة وتمشي. وفي يوم زيوس كبير الآلهة كان بيلعب بديله كده، وهيرا بتدور عليه، فسألت إيكو عنه. إيكو كانت شايفاه بس عملت نفسها من بنها، وكانت يعني زي ما تقول كده بتداري عليه، وفضلت تتكلم مع هيرا عشان تلهيها وزيوس يعرف يخلع. بس لحظها المهبب هيرا أخدت بالها من زيوس وهو بيفلق، فعرفت إن إيكو كانت بتداري عليه، فقررت تلعنها بلعنة إن صوتها يختفي وميبقاش موجود غير صدى صوت، اللي هو يعني بتردد بس آخر كام حرف من جملة اللي بتتقال قدامها. لما ده حصل مع إيكو كانت حزينة جدا، وفضلت ماشية في الغابات وما كانتش عايزة تتعامل مع أي بني آدمين تماما. وكل اللي كانت بتعمله إن أي حد بيكون موجود في الغابة ويقول أي جملتين بصوت عالي هي كانت بتردد آخر كام حرف. بس في يوم نركسيوس كان طالع رحلة صيد هو وأصحابه في الغابة، وكان بيطارد فريسة، فزي ما تقول كده شرد عن المجموعة وتاه منه. كان عمال ينادي عليهم، فإيكو أخدت بالها منه وعجبها جد، قررت إنها تفضل تراقبه وهو عمال ينده وهي تردد آخر كام حرف. فكان مفكر إن في حد بيرد عليه، فكان ماشي في اتجاه صدى الصوت لحد ما شاف إيكو. وزي ما تقول كده إيكو كانت شايفة إن هو زعلان وخايف ومتوتر، فكانت عايزة تخفف عنه شوية، فحاولت تقرب منه علشان تحضنه وتتكلم معاه، بس هي مش عارفة تتكلم للأسف. نركسيوس بصلها كده وكبر دماغه منها ومشي وكمل طريقه عادي جدا. بس إيكو أخدت الموقف على كرامتها حبتين، وكانت ماشية في الغابة وهي حزينة وقلبها يا عيني مكسور، وفضلت كده لا بتاكل ولا بتشرب لحد ما ماتت، وما تبقاش منها غير صدى صوتها بس. أفروديت إلهة الجمال والحب ونصيرة المظلومين في قصص العشاق قررت تنتقم لإيكو، ولعنت نركسيوس بلعنة إنه لما يشوف نفسه يقع في حب ذاته. وفي مرة من المرات وهو برضه في رحلة صيد وبعد يوم تعب كده طويل، قرر إن هو يروح للبحيرة علشان يشرب شوية مية، فشاف انعكاس نفسه في المية، فزي ما تقول كده وقع في حب نفسه. وكان قاعد بيتكلم مع انعكاس نفسه وشايف حركة الإيد والشفايف، فكان مفكر إن في شخص في المية وبيتكلم معاه، فحاول يمد إيده علشان يعني يشد اللي جوه المية، بس الانعكاس فجأة اختفى. فهو فكر إن الشخص اللي موجود في المية ده بيحاول يهرب منه. بس نركسيوس كان باله طويل حبتين، وفضل كل يوم يروح للبحيرة دي ويكرر نفس اللي بيحصل، يقعد يتكلم مع انعكاس صورته ويفضل يمد ايده فالصورة تروح. والموضوع ده اتكرر كتير جدا لحد ما في يوم نركسيوس حس بالرفض الشديد وقلبه زي ما تقول كده يا عيني اتكسر، فقرر ان هو يفضل قدامه البحيرة من غير لا اكل ولا شرب لحد ما جماله اختفى، جسمه بقى رفيع جدا، وفي الاخر مات. بعد ما مات أفروديت أشفقت عليه، يعني هي اللي لعنته وفي الآخر أشفقت عليه، وقررت إن هي ترجعه للحياة مرة تانية بس في صورة زهرة النرجس أو نركسس. ومن الأسطورة دي يا صديقي جه مسمى صدى الصوت اللي هو إيكو، ومسمى النرجسية اللي هو نركسيوس، بسبب الحب الشديد اللي كان نركسيوس بيحبه لنفسه. ودكتور سيجموند فرويد هو أول واحد اتكلم عن المصطلح ده من الناحية النفسية،
وقال إن النرجسية أو الرغبات النرجسية وحب الذات ده أمر طبيعي جدا وموجود عندنا كلنا من الطفولة، ولما بيتم إشباع الرغبات دي بشكل صحي وسليم مع الوقت حب الذات بيتطور وبيكون كمان حب للآخرين. بس للأسف لو ما تمش إشباع الرغبات دي بشكل صحي وسليم، الشخص لما بيكبر زي ما تقول كده بيبدأ ينغلق على نفسه وذاته وبيفضل متثبت عند مرحلة حب الذات الأولى، وبينتج من كده الشخصية النرجسية. وبس يا سيدي، هي دي كل الأسطورة.